بدي احكي قصة يا اخوان، الله واحد ما له ثاني. القصة قصة إنساني عاشت في قديم الزمان، وأولها كان يا ما كان إلها 4 صبيان، محمد وأحمد وغسان، واصغرهم اسمه عدنان. لما كبروا هالصبيان شاهدوا غدر اللي قاموا، سألوا أمهم يا يمه ليش ما إلنا بستان، وليش منسكن بالخيمة من دون كل الجيران، وين أبونا يا يمه قلت لنا إنه رجعان. قالت أمهم يا ولادي كان لنا أجمل بستان، حفر أبوكم بذراعه زرع العنب والرمان، وكله في وكله مي كله خضرة واطمئنان، وبجنبه لنا بيارة وقباله ساحة وميدان، وفي الساحة مربط للخيل لأبوكم شيخ الفرسان، وعلى جنبه كله أزهار ورد وفل وقحوان، وبجنبه شارع طويل بينزل دغري على بيسان. كنا نقضي فيه الليل والقمر فوقنا سهران، نتسامر ونقول يا ليل والقمر فوقنا سهران. كنا نقضي فيه الليل والدنيا كلها آمان، لكن الظالم يا ولادي غادر ما إله أمان، وهجموا علينا الأعادي ونزلوا من البدر النسوان. سقط أبوكم يا ولادي هو دافع عن البستان، اليوم كبرتوا يا ولادي صرتوا من رجال الشجعان. فلسطين تستنى كل الفرسان، وبتناديكم يا ولادي حرروني من العدوان. اتطوع أحمد وغسان لحقوا محمد وعدنان، ونزلوا على فلسطين حملوا المدفع والقرآن، واستشهدوا في الغارة قبل ما يشوفوا البستان. وعلى باب الخيمة وقفت أم أحمد أم الشجعان، قالت يا ربي حمدك ما غيرك إني حمدان. وقالت يا ربي حمدك ما غيرك إني حمدان، رايح أبكي ورايح أنوح لكن يا ربي فرحان، رايح أبكي ورايح أنوح لكن يا ربي فرحان.